ولا هنشتريه من بره، ولا نضر نفسنا ولا نضر ولادنا، ولا نبقى عارفين اللحمة معمولة من ايه، ولا نظافتها ازاي. لا، تعالوا بقى نعمل حاجة نظيفة كده حلوة في البيت، ونفس الطعم اللي بره مش هيختلف ولا ذرة. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. نبدأ بسم الله نعمل الهوت دوج او السوسيس. عندي هنا انا عملت نص كيلو من صدور الدجاج، عليهم 2 معلقة هريسة شطة او معلقة كفاية، اللي مش حابب يكون حامي شوية. تمام، نعمته بقى بالشكل دوت في الكبة. هبدأ بقى بالاضافة. عندي هنا بابريكا، توم باودر، بصل باودر، عندي الاساسي المرقة الفورية، ملح وفلفل. احط بيضتين، وهبدأ بقى كده ب3 معالق كبار من النشا، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر بالشكل ده. وهضرب بقى كويس قوي. هنزل بقى بشوية كده من صوص الباربيكيو يديله طعم حلو، شوية كده من اللون، لون صحي عشان يدينا نفس اللون اللي بره عشان ما يكونش مختلف. معلقة كده من الديمي جلاس تدي طعم كده، اضافة كده من عندي ما شاء الله طعمها حلو جدا جدا. هدهن بقى بولة كده بالزيت، وهبدأ ان انا انزل العجينة بتاعتي دي بالشكل ده. الاكل في البيت يا جماعة، الحاجات دي لما بتتعمل في البيت صحية ومفيدة ومعروفة معمولة ازاي. مش عارفين لحمة مجهولة، مش ما تكونش لحمة اصلا، او مش عارف، الواحد مش عايز يقول اسماء تانية يعني. الحمد لله الذي عافانا من هذا الاكل. تمام، هنحط بقى كده شوية زيت، ونحطها بقى في التلاجة نص ساعة ترتاح، ونبدأ نشكلها. شايفين شكلها روعة. هنفتح بقى كيس تلاجة كده، ونبدأ ندهنه بالزيت عشان ما يلزقش معانا ونعرف نشكله كويس. صينية بقى كده، وهندهنها زيت اللي احنا هنشكل فيها السوسيس بتاعنا، وهنبدأ نشكله بالشكل ده. معلقة كبيرة كده بنحطها وبنسويها كده ونبدأ نشكلها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. صينية بقى على النار فيها مية مغلية، هي تحت الصينية دي مية مغلية، وبنبدأ نحط كده ورق الفويل ونغطيه، نسيب فتحة كده صغيرة عشان البخار يطلع. ونبدأ بقى طلع معانا 10 دقايق، من 10 ل15 دقيقة بالشكل ده. هنبدأ طبعا نقلبه كده لحد ما يستوي معانا، وهيطلع بقى يا جماعة تحفة. عندي الصوص بقى هنا، عندي جميع الصوصات اللي عندي حطيتها. صوص الباربيكيو، عندي صوص عندي مستردة، الكاتشب، كل الانواع اللي عندي. حطيت الصوص الشيدر بالشكل دوت، جميل وطعمه حلو. هننزل بقى كده في الكاسة ديت او طبق صغير ونحطه بالشكل دوت عشان نبدأ نحط في الساندوتش. فتحنا كده الفينو بتاعنا او الكايزر، وهنحط بقى كده، طعمه روعة. ننزل بالسوسيس بتاعنا يا جماعة، والله جربوه هتدعولي. جرنش بقى كده، بسم الله ما شاء الله، للشكل فقط، وممكن إضافة الصوص التاني كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة تحفة. اعملوه وهتدعولي كتير. بالهنا والشفا.